الشيء الجديد بالنسبة لأسلاك التعليم مثلا الرتبة القاعدية بالنسبة للابتدائي ستصبح الرتبة الرسمية 13. بعد ما كانت 10 و11. نعم. وبعد المرسوم 14 فرضها أن تكون 12 لأنه شهادة لا ليسونس أصبحت 12. الآن 12 لكل الناس حسب اللي موجود. الآن شكون اللي يطلع للرتبة الجديدة 13 في الابتدائي؟ يطلعها ينالها كل من اللي عنده 7 سنوات عمل. في الابتدائي. في الابتدائي. نعم. من التعيين نتاعو الى عنده 7 سنوات مباشره يدمج في الرتبه القاعديه الجديده اللي هي 13. بمعنى تصبح عندنا رتبتان قاعديتان في البدايه كبدايه 12 و13. 12 فهي للقدامى الحاليين اللي ما عندهمش اقل من اللي عندهم اقل من 7 سنوات. من 4 الى 7 سنوات هذو يبقوا في 12. كي يبقوا في 12 عندهم سنه تكوين. سنة تكوين اللي هي سنة 2025 يفترض هكذا مادام راح يصدر سنة التكوين. من بعد مباشرة يدي الإدماج في سنة الرتبة التكوين القاعدية. بالتوازي يمارس المهنة. نعم يدرس عادي وفي تكوين مرافق ويدي الرتبة 13. هذو اللي عندهم خبرة أقل من 7 سنوات. ما يقال عن أستاذ التعليم الابتدائي يقال عن أساتذة التعليم المتوسط. نفس الشيء كاينه الرتبه 12 وكاينه 13. 13 هي الرتبه الجديده. والذين ياتون الان اللي راهم في التكوين تغير الملمح نتاعو. بدل ما كان يقرا 3 سنين في الابتدائي و4 سنوات في المتوسط يولي يقرا 5 سنوات. يتكون 5 سنوات في المدرسه العليا للاساتذه ثم يجي للرتبه 13 مباشره. الان اللي راح يتخرجوا السنه من المدرسه للاساتذه واللي ما قراش 5 سنوات هذا يروح للرتبه 12. يدمج يعني يدي الرتبه 12 كرتبه قاعديه كبدايه وبعد ذلك يروح ل 13. معناه تصبح الرتبه 12 كمرحله اولى آئله للزوال. تصبح آئله للزوال. ما يقال على الابتدائي يقال على المتوسط لانه المتوسط كان 12 وراح يولي 13 كرتبه قاعديه. بالنسبه للثانويه؟ الثانوي يولي 14. نفس الشيء الرتبه 13 تولي من بعد آئله للزوال ولكن بشروط اللي هي 7 سنوات. اللي عنده 7 سنوات خبره ما هوش بتلك الصفه كاستاذ من البدايه نتاعو يدي الرتبه القاعديه. وبعد ذلك كي يدي الرتبه القاعديه اذا كان عنده ما يؤهله باش يدي الاستاذ الرئيسي يدي الاستاذ الرئيسي. واذا كان عنده ما يؤهله الاستاذ باش يدي المكون يدي المكون. لانه كل رتبه فهي تدفع رتبه اخرى. وكيف يتم ادماجهم؟ الادماج ادماج آلي. ادماج تلقائي.